سأتحدث عن موضوع قريب جدا مني. أنا أعالج الكثير من المرضى الذين يعانون من شيء يسمى مرض الرئة الخلالي أو ALD. هذه مشكلة في الرئة، ليست نادرة كما كنا نظن. ما الذي يمكن أن يكون سبب مرض الرئة الخلالي؟ لماذا نتحدث عن مرض الرئة الخلالي؟ الآن نقسم مرض الرئة الخلالية بشكل عام إلى نوعين. هل هو التليف الرئوي مجهول السبب؟ لذلك بالنسبة للطبيب يعني مجهول السبب لا أعرف ما الذي يسببه. لذا التليف الرئوي مجهول السبب يعني أنه تندب في الرئتين ولا تعرف ما الذي يسببه. أو هل هو غير مجهول السبب؟ لذلك عندما يكون التليف الرئوي مجهول السبب فإنه يرى بشكل أساسي في الأشخاص الأكبر سناً. الرئتان منكمشتان وهما متضررتان. عندما لا يبدو الفحص كالتليف مجهول السبب، يحتاج الطبيب إلى إجراء تحقيق شامل لمعرفة ما يمكن أن يكون السبب. الآن يمكن أن يكون أي شيء مثل التدخين، يمكن أن يكون وجود حيوانات أليفة في المنزل، يمكن أن يكون وجود طيور في المنزل. في الواقع كنتعلم في معظم مدننا الكبرى هناك الكثير من الحمام والطيور. أحيانا حتى أمراض الجلد والعضلة يمكن أن تسبب مرض الرئة الخلالي. التركيز في هذا الحديث الخاص هو أن مرض الرئة الخلالي شيء يجب اكتشافه مبكرا وتشخيصه مبكرا. يحتاج إلى تقييم مفصل وشامل للغاية. والآن لدينا الكثير من العلاجات المتاحة، ولدينا أيضا خيار وجود فريق متعدد التخصصات تحت سقف واحد في مستشفى أبولو، ويمكننا حقا إحداث فرق كبير في حياة هؤلاء المرضى.